السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من الناس قوي بتبدأ تشتكي من آلام عند فم المعدة، وأحيانا بتبقى كتير قوي مش عارفة، دايما تقول أنا معدتي بتوجعني، أنا في أي حاجة تعباني بس مش عارفة، ممكن يكون لا قدر الله عندي قرحة معدة ولا إيه، أنا مش عارفة إيه السبب ده. لما بيحصل إن البني آدم يحصل له كده، طبعا المفروض إن هو بيعمل أشعة تلفزيونية، ودي بتبقى أبسط تشخيص، يعني إن إحنا إزاي نعرف الحالة كويس. بعد كده لما بتعمل الأشعة التلفزيونية بيبدأ يتعرف إن الشخص عنده التهاب في المرارة. إيه هي المرارة دي؟ المرارة هي عبارة عن نقدر نقول إنها زي حويصلة أو كيس موجود في الكبد، بيحتوي على عصارة صفراوية. العصارة الصفراوية دي مهمتها إيه؟ إنها بتساعد في عملية الهضم. طيب هي ممكن تلتهب أو تبقى فيها أي ألم؟ والألم بتاعها بيجي عند منطقة فم المعدة ويعمل ألم جامد قوي، ممكن يوصل للكتف من ورا، ممكن البني آدم يبقى كمان مش قادر يتكلم من كتر الألم، ممكن تبقى في وسط البطن، ممكن يبقى عنده قيء، غثيان، ارتفاع في درجة الحرارة، بيبقى كمان عنده عدم مقدرة، مش عايز ياكل، يعني سددان نفس شوية. وطبعا ده بيكون نتيجة إن الشخص ده يا إما بياكل زيوت كتير وحاجات دهون كتير، أو عنده مشاكل اجتماعية مأثرة عليه كتير. كل ده بيعمل التهاب في المرارة. 98% من حالات التهاب المرارة بيكون إن هي موجود فيها حصوات. النسبة الباقية اللي هو من 2 أو 5% بتكون عبارة عن التهاب ده بقى ممكن يكون نتيجة ركود العصارة الصفراوية نفسها، راكد كده فمش عارف يتحرك، أو سبب غير معروف، أو إن حصل مثلا التهاب في المعدة فقلب على المرارة. طيب لو ما تعالجتش الكلام ده والشخص يعني سعى إلى إنه هو يعالج نفسه بسرعة، طبعا ممكن لا قدر الله يحصل ثقب في المرارة دي، ولو حصل ده بيحصل ممكن تسمم، ممكن المرارة نفسها دي تهلك خالص، ممكن إنها تفرقع، ولو فرقعت طبعا هتعمل إيه؟ هتوصل للكبد وتعمل اصفرار في العين، تعمل اصفرار في الجلد، طبعا بيبقى مشاكلها كتير طبعا. المفروض ان احنا نشخصها صح. عندنا في الدم بيبقى بنعمل حاجة اسمها بيليروبين، في الدم هنلاقيه عالي، طبعا بنعمل أشعة تلفزيونية، بنعمل أشعة رنين MRCP، ممكن نعمل ERCP، ده منظار عشان تشخيص وفي نفس الوقت علاج، لأنك لو لقيت حصوة ممكن تفتتها لو قابلة للتفتيت. وبنعمل تحليل دم، صورة دم كاملة، هنلاقي طبعا كرات الدم البيضاء عالية لأن ده طبعا عبارة عن التهاب، هنلاقي أنزيمات الكبد عالية، هنلاقي إن احنا المفروض نعالج المرارة وما نسيبهاش. طبعا برضو من ضمن الناس اللي بيحصل لهم الحاجات دي وتكون حصوات، الناس اللي بيحاولوا يخسوا خسية سريعة. التخسيس السريع بيعمل ايه؟ بيعمل حصوات في المرارة. طبعا حصوات المرارة ملهاش علاج غير العملية دي بتبقى في منها عملية لازم تتعمل حالا، وده لو كانت المضاعفات عالية جدا، فطبعا الشخص ما ياكلش ولا يشرب علشان يدخل يعمل العملية، او ان هي في يعني درجة أبسط شوية، فبيبقى الشخص ممكن مع المسكنات والكلام ده كله بيبقى كويس، فده بنستنى شوية لغاية ما نعالج أي التهاب، والعلاج بيكون طبعا عبارة عن مسكن ومضاد حيوي لغاية ما الحالة تهدى شوية، وبعدين يبدأ يخش في العملية. لكن ممكن الالتهاب بس بياخد فيها مسكنات وبياخد فيها مضاد حيوي وبتروح. ومن أسباب برضو الالتهابات بتاعة المرارة إن يكون واحدة ست مثلا بتاخد حبوب منع الحمل لفترات طويلة جدا، طبعا حبوب منع الحمل ممكن تعمل لها كده، ممكن تعمل لها التهاب في المرارة، فالمفروض إن احنا نعالج السبب. طبعا الالتهاب ملهوش عملية، فياريت احنا نحاول نعالج الأمور بشكل أوضح، ما ناكلش دهون كتير، ما ناكلش حاجات تعمل لنا التهاب سواء كان في معدتنا أو في المرارة. وألف سلامة على كل مريض، وربنا يشفي كل مريض. لو استفدتوا من كلام جدتي قولولنا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان توصل لكم باقي الحكايات من حكاية مع جدتي.